السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة مع بعض من حاجة احنا بناكلها دايما في الصيف، وهي البطيخ. مفيش بيت بيخلو من البطيخ. تمام. انا حتى جبت القشر. طبعا احنا بنقطع البطيخ بالسكينة، فما نقلقش من الحاجة دي. بنشيل من الشقة بتاعة البطيخ الأحمر اللي من فوق الخفيف ده، وبنقشره من اللون الأخضر وبنقطعه شرايح طولية. هنا انا المقدار اللي طلع عندي من قشر البطيخ ما عملتهوش كله بصراحه. خدت منه حوالي 3 كوبايات، حطيتهم في ميه سخنه لحد ما اخدوا كام غلوه كده. طبعا هو هيستوي منك بسرعه، انتي بتمسكيه تلاقيه ان هو خلاص استوى. بتمسكيه تعايري المقدار ده بالكوبايه. انا هنا 3 كوبايات، انت حسب المج بتاعك منه كوبايه، يبقى من نفسه نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه. بس بصراحة هو طلع مسكر جدا، فأنا نصيحة مني ليكي، هي حاجة حلوة احنا بنستفيد بيها من الفاكهة. ده ثمرة فاكهة وحاجة ما فيهاش مواد حافظة، بس ما تأكليش منها الولاد على طول. ممكن تستفيدي بيها ان انت تحطيها في حلويات، كفاية ان هي ما فيهاش مواد حافظة. انا طلع عندي 3 زي ما قلت لكم. حطيت كوباية ونص مية، تمام، وحطيت كوباية ونص سكر. عايزاه اقل حلقة قللي السكر وقللي المية. بمجرد ما بيدخل في الكرملة انتي بتعصري ليمونة. بيدخل في الكرمله بتلاقي السكر قل. يعني ايه بيدخل في الكرمله؟ السكر قل كتير خالص وشبه بيختفي، بيتشرب خالص للخليط اللي انت حاطاه. بتحطي فانيليا وبتعصري ليمونه. انا كان عندي 3 الوان، اصفر واخضر واحمر. قسمت الخليط ده ل3 حاجات. حطيت الاخضر، وبالنسبه للاحمر كان بودر، دوبته في نقطه من الاخضر وحطيته، عطاني اللون الاحمر العنابي، كان جميل جدا. واللون الاصفر ما اختلفش كتير على اللون اللي هو الكرمل. هو طعمه حلو وجميل وما فيهوش مواد حافظه. وممكن انت تستعمليه ان انت تقطعي حتت صغيره وتدخليه في حلويات. واتمنى ان انا اكون افدتك، والسلام عليكم ورحمة الله.